والكل بدي اعتذر من كل يلي ما راح اقول بقى اساميهم، يعني كثار ما شاء الله يلي على الفيسبوك وعدناكم. تحيه كثير كبيره لكم يعني ما شاء الله كبار. هون بدي حيي ايضا يلي كل باعتين متضامنين مع الامور اللي صارت على الباب قبل اسبوع، بس على العموم الامور انتهت. انا بعد 5 دقائق كابتن فارس استاذ زاهي، يمكن اليوم عندنا مباراه امام قطر، شو اللي لازم نعمله من هاللحظه هي عشان ما نقول نحن ما تحضرنا ما عملنا؟ شو اللي الرساله توجهها لابوكير للاتحاد للقيمين على اللعبه؟ يعني برايي انه الماكسيموم يلي عم نقدر نعمله عم نعمله. نعم. بتمنى انا انه كاتحاد نعمل مباريات دوليه، ما نضل بهالتفكير المحلي، لا. نعم. نطلع نلعب. مين مثلا المناخ مثل قطر، نقي دوله مناخها مثل قطر، دوله عربيه قويه حد قطر، نطلع نعمل هاي قبل مباراه قطر معسكر. لا ندخل لمباراه قطر قبلها قد ايه فينا نلعب مباريات حتى مع منتخبات افضل منا، ليش لا؟ خلينا نروح ونستضيف. يعني اذا بتيجي تطلع محمد، صرنا سنين 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 ما بيجي لعنا فرق رومانيه، ما بدي اقول لك اوروبيه، يلي كانت تيجي من زمان. الفرق الرومانيه يلي كانت تيجي تلعب الاتحاد السوفيتي وغيره. مشان هيك انا رايي خلينا نلعب، نخصص وقت للمنتخب، يعطي مباريات دوليه يلعب يحتك، ونروح على ماتش قطر. بس اذا بدنا ننام ونكتفي بمبارياتنا الوديه هون وكل 3 جماع شهر لنلعب مباراه، نعم، ما بيكون تحضير جيد. طب هو بدي اسالك، شو المانع اليوم اننا نروح نعمل معسكر بايطاليا باسبانيا بشي بلد؟ هل الامور ماديه؟ الاتحاد بخزينته في مصاري اسم الله. لا لا في مصاري. قلت لك في مصاري. لازم الاتحاد نعمل هالطريقه، نظهر، يلاقوا طريقه. ما في مصاري كتير، يلاقوا طريقه يجيبوا مصاري، يعني يلاقوا طريقه. في كتار موجودين من هالشركات الكبيره، وصدقني اذا المسؤولين السياسيين يلي بحبوا المنتخب، كل واحد منهم بيلقط تليفون، بيعمل تليفون لواحد من هالنفوذ يلي عنده شركات كبيره وبزنس كتير كبير، اذا بيجي بيقول له بدي منك انا دعم للمنتخب، ما رح يقول له لهالرجل السياسي يلي مغطيه ليعمل 100 شغله، عرفت؟ ايه ما رح يقول له لا. ففينا ندعم المنتخب بكتير امور وبكتير اشياء. حرام هاللعيبه، عن جد حرام. نعم. استاذ زاهي، شو اللي بتشوف هيك بتشوفوا انه لازم نعمله هلا نحن؟ يعني كل اللي قاله استاذ فارس انا معه 100% فيه. هو الشيء الاكثر شيء ممكن يساعد اللاعب ليعطي هو الراحه النفسيه والمعنويه. بدك يمكن في مصاري الاتحاد، يمكن لا فيش مصاري مثل ما قال لك. لا في مصاري بالاتحاد، انا مأكد. انت اخبر ما بعرف. بقول استاذ فارس نعم. يتامل موارد ماديه لدعم هالمنتخب، لانه حرام المحل وصلنا له يمكن من 30 سنه او اكثر، مش ما حدا ولا بحياتنا على الخريطه كنا بهالترتيب يعني. نعم. بتصور بعد فوزنا على ايران يمكن ترتيبنا يمكن قرب اكثر واكثر لقدام. نعم. فحرام عملنا تقريبا نص الطريق، انجاز على نص الطريق لنفوت على كاس العالم. وتخيل لبنان بكاس العالم عمل لبنان رفرف بالمونديال البرازيلي. يعني بعد مش صايره. اذا رحنا على كاس العالم رح نروح سوا. انا حروح، انا ان. نعم. انا ما فصدقني حرام على لبنان ما رفع بالبرازيل. على البرازيل ما مبروك. بتحب تروح على البرازيل؟ اذا كان لبنان من البرازيل مبروك. ما بحب البرازيل. لا بحب البرازيل لانه الماني. استاذ زاهي، هم سمعنا خبريه، ما بعرف اذا لازم نحكيها انه خطبوني على روتانا. شو صح ليش صار الخبريه؟ مبروك، فينا نقول مبروك ولا مش مزبوطه؟ خليني اكفي لك. تفضل. ان شاء الله بصير في مبروك ان شاء الله. الخبريه مش هيك. الخبريه ظاهر عن شاب صاحبي من يومين، بدي اقول لي صحفيه مذيعه من احدى الاذاعات بأف ام، قال لي زاهي بس اول شيء بدي ابارك لك. قلت لها شكرا. ثاني شيء لحظه اول شيء شو قلت لي؟ على شو تباركي لي؟ قالت لي على الخطبه. قلت لها انا خطبت؟ قالت لي ايه وباركوا لك على روتانا دلتا. فارس كرم الصبح بارك لك وحط اغنيتك وقال مبروك خطب. خير. قلت لها على كل حال فعل خير يعني ماني زعلان. صرت له صرت فقر. مسكنا التليفون دقنا للشباب، ما في حدا على السمع. نعيم شو القصه؟ قال لي ايه في احدى المواقع الالكترونيه حاط انا خطبت. قلت له انا مش انا خطبت، انا بعلنها، ما عندي شيء خبيه، انا بدي استحي انه بالعكس واحد خطب بشوف حاله هو الدنيا كلها. الخبريه مش هيك. الخبريه انه كان عرس اختي، وكان الخبر انه احييت زفاف اختي في احدى الكذا، فالظاهر قاري الخرب قاري الخبر نعيم بالغلط. قال لي خلص بدك نحط توضيح. قلت له مش مشكله على كل حال، مش خبريه بالمدينه. ان شاء الله هنوني يعني ان شاء الله هنوني بالمدينه. بالعكس ان شاء الله قريبا يعني بنفهم. هون شو هيك بختام الحلقه، شو جديدك اليوم الاغاني؟ هناك اغنيه عم نسمعها حاليا. في اغنيه بتروح وبتزعل، عملناها من فتره، كلمات والحان بكل تواضع. صورتها كليب من حوالي 4-5 ايام، خلصنا تصوير. نعم. هلا الكليب على المونتاج بده تقريبا شي 15 او 20 نعم. يوم. المخرج اسمه عماد خاتون صهري.
بتمنى الكليب ينال استحسان الجمهور، نعم. وان شاء الله بعد هالاغنيه كمان في اغنيه وطنيه عم تتحضر، نعم. المفروض ان شاء الله قبل الاستقلال تكون جاهزه نعم. للبنان. مهم. كلمات عماد شعيب صديق لنا، والحان صديقنا ربيع راجح، وان شاء الله كمان اغنيه وجه تحيه كمان للأستاذ بتلاقي ربيع. استحسان الجمهور، ان شاء الله اي شيء ورح نعرضها اول ناس عند فارس. ثاني ثاني ناس اذا انا ان شاء الله ضليت بالاعلام تعرضها عنا مرئيا ايضا إن شاء الله، إن شاء الله، بإذن الله. بختام الحلقه ايضا شيء انا بدي اقول لك ميرسي على المقابله الحلوه. نعم. يعني حسينا حالنا كانه قاعدين بالفعل. هيك شي ملعب عم نتسير. جود لك ان شاء الله يا رب شاء الله. للبنان وكل التوفيق. وقد ما فينا ندعم هاللعيبه، انا برجع بقول دائما يمكن انا محامي دفاع بعمل عن هاللعيبه، لانه في ناس اللي بيروح بيشوفهم وين عايشين وكيف عايشين بيعرف عن شو عم بحكي. نعم. دعموا اللعيبه، دعموا المنتخب، لانه بيقدروا يعملوا عن جد عجيب. نعم. استاذ زاهي بنتمنى لك كل التوفيق بحياتك الفنيه وحياتك شكراً ايضا لك. العمليه، وان شاء الله بتقدم لنا ان شاء الله شكراً يخطب. ان شاء الله تخطب ان شاء الله اول واحد رح اقول لك. نعم. ان شاء الله بتقدم لنا امور كمان واغاني إن شاء جديده الله. للوطن وللبنان بدي وللمنتخب اتمنى التوفيق الألماني. للمنتخب اكيد. إن شاء الله يا رب. شكرا. استاذ فارس شكراً. ايضا شكرا لك، وعن جد نحن بنشكرك بكل شيء عم تعمله المنتخب الله يخليك. للرياضه. هيدي واجبات. نعم. شكرا على حضوركم اليوم الى استديوهات الاي ام بي. الشكر الكبير يبقى لكم مشاهدينا الكرام. مبروك لكل مشجعي المنتخب اللبناني، كل لبناني من اقصى الكره الارضيه من شمالها الى غربها باي بقعه على اليابسه الزرقاء. ان شاء الله لبنان دائما بضل الارزه مرفوعه، بضل رؤوسنا عاليه. حتى القاكم انا الاسبوع المقبل، لكم مني اجمل تحيه والى اللقاء.